السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم بعام دراسي جديد. معاكم ميس ندى وأشرح لكم مادة العلوم من المنهج الياباني. فيلا بينا في أول درس وهو شروط الاحتراق. طب قبل ما نبدأ شروط الاحتراق لازم نعرف ايه هو الاحتراق أصلا. الاحتراق ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاعل كيميائي. تفاعل كيميائي يعني ايه تفاعل كيميائي؟ يعني مادتين أو أكثر بيتحدوا مع بعض أو بيتفاعلوا مع بعض وبيدينا مادة جديدة بتبقى مختلفة في الشكل والخواص. مش فاهمة يا ميس؟ زي ايه يعني؟ زي مثلا لما تيجي تعمل كيكة في البيت بتحتاج ايه؟ بتحتاج دقيق، بيض، لبن ومكونات تانية. بنعمل ايه؟ بنخلطهم كلهم مع بعض وبعد كده بندخلها الفرن. وبعد ما تستوي، هل الكيكة دي زي ما دخلت زي ما خرجت؟ أكيد لأ، دخلت حاجة وطلعت حاجة تاني. هو ده التفاعل الكيميائي، اللي هو مادتين أو أكثر اتحدوا مع بعض، تفاعلوا مع بعض، كونوا مادة جديدة مختلفة في الشكل والخواص. طيب، عرفنا ايه هو الاحتراق وايه هو التفاعل الكيميائي. طيب، شروط الاحتراق علشان النار تشتغل ايه هي؟ اول حاجة يكون في وقود. ليه يكون في وقود؟ لازم تكون في حاجة قابلة للاشتعال. تاني حاجة يكون في اكسجين. الاكسجين اللي بيبقى موجود حوالينا هو برضو سبب في حدوث الاحتراق. تالت حاجة الحرارة أو درجة الحرارة عشان يشتعل، يعني الحرارة لازم تكون كافية علشان الوقود يشتعل. يبقى في 3 شروط دول لازم يكونوا موجودين، ولو شرط واحد نقص النار بتطفي على طول. ايه هو الشروط؟ وقود، اكسجين، حرارة. وفي نقطة مهمة جدا، هو ان مش مجرد وجود الاكسجين في الهواء يبقى ده كافي علشان النار تفضل شغالة. لا، النار وهي بتشتغل بتستهلك اكسجين كتير من اللي حواليها، فلازم الاكسجين ده يتجدد باستمرار. ليه؟ علشان النار تستمر. طب زي ايه مثلا عشان نفهم؟ زي مثلا الراجل اللي بيشوي على الفحم، اكيد شفته قبل كده. الراجل ده بيكون ماسك في ايده هواية، بيعمل ايه؟ بيهوي الفحم. طب ليه؟ علشان يدخل للفحم اكسجين. طب ما في اكسجين في الهواء، طب ليه بيدخله اكسجين؟ علشان الاكسجين اللي بيكون حوالين الفحم بيكون قل، فبالتالي النار بتضعف، فلازم نزود اكسجين علشان الاكسجين بيعمل على اشتعال النار، فبالتالي هيسوي الاكل بسرعة. عاوز مثال تاني يا ميس عشان ما فهمتش؟ زي مثلا الولاعة. الولاعة لما بتضغط عليها النار بتفضل مدة صغيرة، بعد كده لو حطيت ايدك حوالين النار بس من غير ما تلمسها هتلاقي اللهب ضعف. طب ليه ضعف؟ علشان الاكسجين اللي حواليه بيكون قل ومفيش هواء جديد بيوصل للنار دي. فالاكسجين مش شرط بس انه يكون موجود، لا، شرط يكون موجود وبيتجدد علشان النار تفضل شغالة. وبعد ما عرفنا ايه هي شروط الاحتراق، تعالوا بينا نعمل تجربة بسيطة توضح لينا أهمية الهواء في عملية الاحتراق. هنحتاج ايه؟ هنحتاج شمعة، صلصال، لوح خشبي، وهنحتاج بطرمان. أول حاجة هنجيب لوح خشبي وهنحط عليه صلصال ونثبت الشمعة في الصلصال، وبعد كده هنولع الشمعة. ودلوقتي هنحط الشمعة في البطرمان ونقفل عليه. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان الشمعة هتفضل منورة شوية وبعد كده هتطفي. طيب، ليه الشمعة اتطفت؟ الشمعة اتطفت ده لان الاكسجين اللي موجود جوه البطرمان بدأ يقل، وكل ما الاكسجين يقل الشمعة مش هتقدر تستمر في الاحتراق، فبالتالي الشمعة هتطفي. طيب، عايزين نجرب حاجة تاني. هنسمح بمرور شوية هوا للبطرمان، يعني شوية هوا هيدخلوا جوه البطرمان. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان الشمعة
هتشتغل بس بلهب ضعيف. ده ليه؟ ده لأن كمية الهواء اللي دخلت كانت قليلة، فبالتالي كان اللهب ضعيف. وبعد كده هنعمل ايه؟ تالت حاجة، هنسمح بدخول كمية كبيرة من الهواء. ده ازاي؟ ان احنا هنشيل البطرمان خالص. ايه اللي هنلاحظه؟ هنلاحظ ان اللهب بدأ يزيد، شدة اللهب زادت. ده ليه؟ ده لأن كمية الهواء اللي دخلت كانت كبيرة جدا. طب ايه اللي استنتجناه من التجربة دي؟ استنتجنا ان الأكسجين اللي بيبقى موجود في الجو ده بيبقى ضروري لاستمرار عملية الاحتراق. وبعد ما عرفنا أهمية الهواء في حدوث عملية الاحتراق، تعالوا نشوف الهواء الجوي بيتكون من ايه، وايه دور الأكسجين، وايه الغاز اللي بيساعد على عملية الاحتراق. طيب يعني ايه هواء جوي؟ الهواء الجوي ده هو الهواء اللي حوالينا اللي بيبقى في كل مكان. طيب هل الهواء اللي حوالينا ده عبارة عن غاز واحد بس؟ لا، الهواء الجوي ده عبارة عن خليط من مجموعة من الغازات، بس بتكون بنسب مختلفة. طيب ايه هي مكونات الهواء الجوي؟ الهواء الجوي ده بيتكون من مجموعة من الغازات، وأهمها 3 غازات. أول غاز وهو غاز النيتروجين، وده أكبر نسبة موجودة في الهواء، وبيمثل حوالي 78% من حجم الهواء. تاني غاز موجود في الهواء الجوي وهو غاز الأكسجين، وده الغاز اللي احنا بنتنفسه، وده بيمثل حوالي 21% من حجم الهواء، يعني تقريبا 5 حجم الهواء الجوي. وتالت غاز وهو غاز ثاني أكسيد الكربون، وده موجود بنسبة صغيرة جدا، حوالي 4% من حجم الهواء الجوي. بالإضافة إن في كمان غازات تانية بس بتبقى موجودة بنسبة قليلة جدا. طيب هل كل الغازات دي بتساعد على الاحتراق؟ الإجابة لأ. ليه؟ لأن الغازات دي مش كلها ليها نفس الدور، فالغازات بتتقسم إلى نوعين: غاز بيساعد على الاحتراق وغازات لا تساعد على الاحتراق. طب ايه هو الغاز اللي بيساعد على الاحتراق؟ الغاز اللي بيساعد على الاحتراق هو غاز الأكسجين. أما الغازات اللي مش بتساعد على الاحتراق فمنها غاز النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون. طيب كده عرفنا إن غاز الأكسجين هو الغاز اللي بيساعد على الاحتراق. لكن ايه هو غاز الأكسجين وايه أهميته؟ غاز الأكسجين ده من أهم مكونات الهواء الجوي، وبيمثل حوالي زي ما قلنا 21% من حجم الهواء الجوي، يعني 5 حجم الهواء. وكمان الأكسجين بيبقى مهم للكائنات الحية. ليه؟ لأنه بيكون ضروري لعملية التنفس. وكمان الأكسجين ده بيكون مهم لحدوث عملية الاحتراق. وكنا اتكلمنا قبل كده عن عملية الاحتراق، وقلنا إنها عبارة عن إيه؟ عبارة عن تفاعل كيميائي، يعني مادة بتتحد مع مادة تانية. في حالة الاحتراق اللي بيحصل بتتحد المادة مع غاز الأكسجين، وده اللي بيؤدي إلى حدوث عملية الاحتراق. طيب احنا عرفنا إن الأكسجين بيساعد على الاحتراق، وعلشان نتأكد من ده هنعمل تجربة بسيطة اسمها اكتشاف أي الغازات يساعد على الاحتراق. هنعمل ايه؟ هنجيب 3 شمعات و3 برطمانات، وهنضع كل شمعة في برطمان. البرطمان الأول ده هيكون فيه غاز النيتروجين، والبرطمان التاني هيكون فيه غاز الأكسجين، والبرطمان التالت هيكون فيه غاز ثاني أكسيد الكربون. وبعدين هنحط الشمعة بس تكون مشتعلة داخل كل برطمان، ونشوف ايه اللي هيحصل. هنلاحظ ان الشمعة الموجودة في برطمان النيتروجين هتطفي،
والشمعة الموجودة في برطمان ثاني أكسيد الكربون هتطفي برضه، لكن الشمعة الموجودة في برطمان الأكسجين هتفضل مشتعلة. إذن إيه اللي استنتجناه من التجربة دي؟ استنتجنا إن غاز الأكسجين هو الغاز اللي بيساعد على استمرار عملية الاحتراق، بينما غاز النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون مش بيساعدوا على عملية الاحتراق. وبكده قدرنا نتأكد بالتجربة إن الأكسجين له دور أساسي في عملية الاحتراق. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس، واشوفكم في درس جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر.